راح انقلكن هلا اللي ما اشترك يشترك بالقناة ويحط اللايك الحلو اللي بيشبهه ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد في القناة. واهلا وسهلا فيكم. سلام يا جماعة، شو طريقة الصوص بريتش يا جماعة؟ صباح الخير، كيفكن؟ أخباركن؟ ورجعنا لكم من جديد مع نور العين. يا جماعة ما بعرف شو بدي يساوي اليوم، بس يعني فطور على السريع. خطر في بالي دايما عندي أنا بين الكلام هاي كلمة تحملوني معلش. هلأ بدي أعمل عجينة، يعني رح ساوي بيتزا بس بالمقلاية على السريع لأنه ما عندي أبدا وقت أعملها على الفرن، فرح نساويها سوا ونشوف كيف رح تطلع معنا هاي البيتزا. خليكم معي لنشوف شو بدها تخبص نور العين اليوم. أنا ما رح حطها كتير، رح حط نص كيلو طحين. طبعا منين عرفتي نص كيلو طحين؟ من مسكة الكيس، أنا ماسكته من نصه. شفتوا الشطارة؟ في حدا هيك بيعطيكم مقادير؟ ما في ولا رح يكون. حطيت نص كيلو طحين بكفيني، بركات يا جماعة. وهلأ رح نحط الشغلات الخفية التانية. خليكم معنا، حطوا اللايك وفعلوا زر الجرس واشربوا قهوتكم على رواق وشوفوا البيتزا السريعة مع نور العين. هلأ رح تقولوا لي شو حطيتي يا جماعة؟ ما رح نقعد مقادير ومقادير، بما انه قلت لكم بيتزا على السريع فكل شي على السريع. ويلا انتي كمان جهزي معي وانتي عم تشوفي الفيديو، لانه كل شي على السريع. فطري ولادك كمان على السريع. معلقة خميرة يا جماعة، فوق رشة ملح ومعلقة سكر وعلبة لبن. هاي هي العلبة يا جماعة. ونفس العلبة حطيت فيها نص زيت وكاسة مي دافية ونعجن. ويلا فينا هلا نعجن نعجن نعجن. رح نعجنها ونحطها في مكان دافي تتدفى لبين ما انزل جيب الجبنة، لانه انا مجهز الصوص. رح نحكي كيف جهزته. رح اجيب الجبنة لبين ما عجن العجينة تختمر وارجع لكم. بس انتو عندكم جبنة، ما في داعي تروحوا تجيبوا جبنة وتجوا. وخلونا يلا نرجع لكم. ونسيت لكم شغلة، رح تقولوا لي لبن، ما في بيض، ما في زبدة، ما في شيء يا جماعة، ما في. أنا حطيت اللبن كتير بينجح العجينة وبيخليها تختمر بشكل طبيعي وحلو كتير. هي يعني نصيحة على السريع. وما في داعي للبيضة أبدا في عجينة البيتزا المقلاي، أبدا أبدا. بكفي الماء الدافي ونص الكمية، هاي نصها زيت واللبن والخميرة السكر وملح، هذيك هي. وبدنا نعجنها. يلا رح تشوفوا معي كيف رح تصير. هاي رجعت لكم اعطيتكم النصيحة قبل ما امشي. خليكم معي لنشوف كيف انعجنت. شوفوا يا جماعة، عجينة عن جد يا جماعة كتير كتير منيح. وهلأ هيك كون خلصت العجينة رح حط غطيها وحطها قدام يلا قولوا معي كل واحد شو بيقول له. نحن قلنا الصوبة، التكييف، الصوفاج، المهم قدام الشي الدافي هذاك مشان يدفي لي عجينتي. ورح جيب الجبنة وارجع لكم فرجيكم كيف رح اعمل بيتزا على السريع يا جماعة. عن جد كتير كتير سهلة وفيها تنفذك بكتير مواقف. خليكم معي لفرجيكم شلون. ورح دوقها لناس، خليكم شوفوا الفيديو الاخير، رح دوقها لناس ورح سمعكم النتيجة. كملوا معي الفيديو لروح جيب الجبنة تكون اختمرت عجينتي وارجع لكم من جديد. وهلا يا جماعة انا جبت الجبنة، شوفوا، وبرشتها بهالشكل.
مثل ما قلت لكم كل شيء على السريع برشته. وهذا يا جماعة اللانشون السوري كمان برشته. هلا تشوفوا كيف رح يطلع منظرهم خرافي. وهذا الصوص اللي إلي رح تسألوني كيف الصوص عملتيه وهيك. الصوص يا جماعة أنا بقلي بصل كتير بحب البصل فيه، وتوم طبعا بقليه بزيت زيتون، وبعدين بكون فارمة البندورة وبحطها، وبزيد له شوي معجون الطماطم فوقهم، وبخليها تغلي. بعدين بحطها في الخلاط وبعطيها خلطة. وطبعا ما بننسى الزعتر الأخضر، النعناع، الملح، البهار، هيك أمور تعطيها طعمة خرافية يا جماعة، جد كتير طيبة. إن شاء الله نهار رح أعملها قدامكم، بس أنا عملت هداك النهار شوية بيتزا، وزاد عندي هاي الصلصة اللي رح كمل فيها اليوم. عن جد طلعت كتير طيبة. شوفوا العجينة كيف بتصير يا جماعة، شوفوا شايفين؟ والله يا جماعة عجينة ولا أروع. هلأ خليكم معنا لحتى نبدأ وتشوفوا كيف رح تكون على المقلاي، شي خرافي. هلأ يا جماعة بنرش شوية طحين، وهي عجينتنا. شوفوا القطعة يا جماعة هيك. وهلأ رح نرقها. نحن بدنا نعملها كتير رقيقة لحتى تصير مثل الخبزة. لأنه هي رح تنطوى على 2. أحلى شي يا جماعة شوفوا قديش رقيقة هيك. نفتحها على ايدينا، بنحاول هيك لتاخد شكل دائري. يا جماعة هاي انك تشيليها وتعمليها هيك بتخلي العجين يدخله هواء وينفش. تشوفي هيك فقاعات وكأني مثل الخبز، انك تقلبي العجين بهالطريقة. عرفتوا هيك؟ هلا رح نخليها ترتاح لبين ما نحمي شوي المقلاي وتشوفوا كيف رح تطلع. وهلا يا جماعة على نار هادية، شوفوا يا جماعة هيك رقيناها وحطيناها. هلا ما رح ندهن على هالوش، رح نستناه شوي يتنفخ، مشان هيك نضمن يا جماعة انه مستوية كتير منيح. هاي معكم خطوة بخطوة. شوفوا يا جماعة كيف بلشت تتنفخ، شايفين؟ انا بدي اضمن انه هاد الوش الاول اللي على المقلاي يكون مشي حاله. شو بدي اعمل هلا؟ بنروح بنقلبها. شوفوا هالوش يا جماعة تقريبا استوى. هلا سامحوني بس بايد واحدة انا عم بشتغلكم. راح ادهن الصوص. شوفوا منظره يا جماعة، عن جد بشهي. شوفوا. وما رح ننسى ابدا زيت الزيتون. هي طبعا إلها الصوص إله زيت الزيتون، بس هيك بحسه يا جماعة انه غرام اكتر. حلو الواحد يدلل كرشه. رح نفرش الجبنة. طبعا يا جماعة الجبنة بس تنبرش على الناعم بتصير تلزق، مو مشكلة يعني. طبعا ما تكتري وتفكريها انها وش واحد، رح تكون تنطبق على الوشين، مشان هيك مشان ما تأجج الجبنة يعني واحد يقدر ياكل. ورح نحط شوية دلع باللانشون. فيكن جبنة، فيكن دجاج، فيكن مرقاز، شو بتحبوا يا جماعة.
هيك بتكون عندي خالصة. هلا شو بدنا نعمل؟ بنروح بنجيب هذا النص وبنقلبه على الوش الأول. شوفوا يا جماعة عن جد شي غرام. ونصير نكبسه مشان تدخل الجبنة باللانشون. شوفوا أنا عم بعطيكم طريقة يعني خطوة بخطوة، فلا تبخلوا علي في اللايك، حطي اللايك مشان تشوفي في الأخير كيف رح تطلع نغم. هيك بصير. شو بدي أعمل يا جماعة؟ بروح بقلب على الوشين. شوفوا العجينة بتحسوها خبز 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 يا جماعة، والله طعمتها بتجنن حبال. شايفين النغم؟ فيكي تسويهم بدون مو على الآخر يعني، مشان مثلا إذا متأخرين أولادك ولا حبيتي تجهزيهم قبل بشوي، رأسا بتحمل المقلاي وبترجعي بتحطيهم هيك وبتسخنيهم، بس بتقلبيهم هيك وهيك، يعني بيكون معك شي نغم. مثل هلا أنا ما راح أزيد عليهم كتير يا جماعة لأنه بدي أرجع سخنون، بس أنا عجينتي هيك. شوفوا كمان راح أفرجيكم من جوا كيف. شوفوا شي بشهي والله يا جماعة.